اكيد مشاهدة الافلام بالانجلش هي طريقة لا خلاف عليها من الطرق اللي ممكن تعلمك انك تتكلم انجلش بسرعة، لانك بتسمع ليه المتحدث الاصلي او النيتيف وهو بيتكلم بنفس النطق وبنفس السرعة اللي انت المفروض تسمع بيها، بتحلل النطق بتاعه، بتكرر وراه بطريقة الشادوينج، بتطلع كمان كلمات جديدة زي ما هنعمل النهارده. هنبتدي مع بعض النهارده مع جاك ريتشر، واللي انا جايب لك منه كده كليب او جزء صغير قوي في 5 expressions we're gonna learn together. Let's start. Bottom line, you negotiated a fair settlement. Bottom line, you negotiated a fair settlement. النهارده هنركز على المعاني اكتر، بس bottom line, you negotiated a fair settlement. يعني الخلاصة bottom line ده أول مصطلح معانا النهارده، ومعانا الخلاصة. أوكي، خلاصة الموضوع إن أنت توافقت على حل عادل للطرفين. Bottom line, you negotiated a fair settlement. Bottom line, our company is losing money. يعني الخلاصة ان الشركة بتاعتنا، بعد ما انا قلت كلام كتير مثلا، خلاصة الموضوع ان شركتنا بتخسر ايه؟ فلوس. Bottom line. Cracked a few jokes. Crack a few jokes. Crack a few jokes. يعني بيقولوا انت كمان حاولت تلطف الجو كده وقلت شوية jokes اللي هي نكت يعني. ف crack a joke معناها to tell a joke. انك تقول ايه؟ مزحة يعني. Got a decent head on you. You got a decent head on you. You gotta اللي هي got. Okay. You got a decent يعني good head on you. طب يعني ايه؟ يعني انت في دماغ كويسة عليك؟ لا، هي معناها زي ما بنقول كده باللغة العربية دماغك شغالة، دماغك عجباني. واصل المصطلح هو you got a good head on your shoulder، بس هما بيقولوها بسرعة كده you got a decent head on you. يعني انت دماغك عجباني، دماغك شغالة. got معناها have، بس هي بتتقال بسرعة ايه؟ gotta. Might come in handy. You might come in handy. بالراحة اهو. You might come in handy. You might come in handy. يعني ايه؟ come in handy معناها ان حاجة تبقى مفيدة، فهو بيقول له ايه؟ انت ممكن تبقى مفيد لينا بدماغك اللي عجباني دي. اوكي؟ خلينا اديك مثال تاني ل come in handy. لما اقول لك مثلا don't throw away all the old bags. ما ترميش كل الشنط القديمة. Some of them بعضهم might come in handy. بعضهم ممكن يبقى مفيد لينا لاحقا. Some of them might come in handy. سيبوا لي comments بالاكسبريشن او الكلمات والتعبيرات اللي احنا اتعلمناها النهارده، لان الممارسه مهمه جدا عشان ما تنساش. لو عاوزنا نكمل في السلسله دي ما تنساش تعمل شير ولايك عشان نشتغل على افلام ومسلسلات تانية بالانجلش. سلام.